السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا كامل بخير. صلوا على الحبيب المصطفى عليه افضل الصلاه والسلام. اليوم ان شاء الله جبت لكم مركز الليمون اللي نحتاجوه بزاف في الوصفات، الشربات وحتى العصائر، بطريقه سهله واقتصاديه وبكميه لا باس بها. نتمنى تدخلوا لي جيم وتعليقاتكم الشابه ونبداو على بركه الله. هنا كنت انا درت تحضيرات من رمضان، درت كميه كبيره من الليمون، وهنايا حوالي 4 حبات ليمون. انا راح نمد لكم بالكيله تاع الكاس تاع ام وليد، يعني 220 ملل. راح نعمر كاس بمبشور الليمون، راح نديرو فيه طبسي ونضيف عليه كاس ونصف من السكر. هنا السكر على حسب الذوق تاعكم، اللي يحبوا يجي حلو بزاف، يعني تعرفوا القارص يجي حامض يدير 2 كيسان. انا ما نحبوش بزاف لدرجه تاع الحلاوه بزاف، راح نديرلو كاس ونصف فقط. راح نفرغوا على مبشور الليمون ونحاول نحركوه جيدا. هنا ضروري هذه الخطوه تحركوا مليح حتى يترمل هذاك المبشور الليمون مع السكر، يعني باش نتحصلوا على العصاره باش نديروا بها المركز. راح نخلطوا جيدا بهذه الطريقه، وراح نجيب الليمون تاعنا. كما قلت لكم هنايا انا كنت درت كميه كبيره من الليمون، وحبيت في نفس الوقت ندير المركز. هنا درت حوالي 4 حتى 5 ليمونات، يعني حسب الليمون اللي عندكم. اذا كان عندكم الليمون هذاك اللي فيه بزاف الماء كيلو بالكاس، انا المره هذه جبت لكم الكيله بالكاس باش ما يتلف لكمش القيس تاع المركز. هنا راح نعصر كامل الحبيبات تاعي بهذه الطريقه، وان شاء الله في الفيديو الجاي راح ندير لكم طريقتي في الاحتفاظ بالليمون. كاين بزاف يعني طرق، وكل وحده كيفاش طريقتها. انا راح درت طريقه بسيطه كتحضيرات لرمضان، لانه في رمضان نحتاجو بزاف الليمون، وكما نعرفوا السعر تاعو يغلى، لهذا نفضل نخبيه قبل رمضان بمده عندما يكون الثمن تاعو ناقص. هنا كما شفتوا راح نجيب الكاس نفسه اللي قصت به من الاول، وراح ندير 2 كيسان من عصير الليمون. يعني نفضل نصفي العصير تاعي باش هكذا ما تكونش الحبوب هذوك كامل من الداخل. راح نزيد الكاس الثاني. هذا المركز اللي دائما انا نستحفظ على الوصفه هذه، لان الوصفه بزاف نستعملها وتعجبني. كل كاس من مبشور الليمون يقابله 2 كيسان من عصير الليمون، يعني كاس مبشور الليمون يقابله 2 كيسان تاع عصير الليمون. قلت لكم السكر على حسب الذوق. هنا وهنا نغطوه جيدا، وكل ساعتين ولا 3 سوايع نحركوه حتى نشوفوا السكر تاعنا ذاب، يعني ماشي تخليوه هكذاك، ضروري كل مره تحركوه باش السكر هذاك يتفاعل مع عصير ومبشور الليمون. هنا بعد ما فاتت ليله كامله على العصير تاعي، شوفوا كي نحركو انا نحس باللي ما كاش الحبيبات هذوك تاع السكر، يعني نحس باللي السكر ذاب في هذاك العصير. راح نجيب البراميكسر وراح نطحنه جيدا. هنا اللي ما عندهاش براميكسر تقدر تستعمل الباتر ولا اي جهاز عندها في الدار، ليسونسيال لازم تعصره مليح. راح نجيب بعد ما خلطته مليح، يعني طحنته مليح، راح نجيب مصفاة وراح نعاود نصفي كامل الخليط تاعنا بهذه الطريقه. يعني راكم تشوفوا اللون تاعو ولا كشغل اصفر فاتح، يعني العصاره اللي تحصلنا عليها ولا المركز اللي تحصلنا عليه او يبان على شكل اصفر فاتح. حنا هنا نحاولوا كامل نصفيو جيدا العصير تاعنا ونتخلصوا كامل منه. وبالنسبه لهذا المبشور اللي بقالي راح نضيف له نصف كاس من عصير ليمون ولا كاس اتاي. هذوك الكاس اتاي يعني باش يساعدني برك باش يزيد التعصير لي. راح نزيد نعصر جيدا باش نتحصل على العصير ولا على المركز اللي نحتاجه. هنا المكميه كانت صغيره ما قدرتش نرحيها بالبراميكسر، راح نكمل نرحيها جيدا. كما راكم تشوفوا الكميه صغيره، يعني على حسب المبشور الليمون. قلت لكم ما تزيدولوش بزاف الليمون باش نتحصلوا على مركز يكون ثقيل. هنا الوصفه تاعنا ما فيهاش ولو قطره من الماء، يعني راهي تماما مركز ليمون، ليمون 100%. شوفوا الكميه اللي تحصلنا فيها، يعني كميه ما شاء الله. وكما راكم تشوفوا راه يبان ثقيل معكم، وحتى كديروه في المجمد ما راحش يتجمد معكم، راح يبقى القوام تاعو طري. كما راكم تشوفوا هنا راح نغطيه ونخليه مده 24 ساعه. هنا بعد ما بات ليله كامله شوفوا القوام
الطعم اللي تحصلنا عليه راح يبقى كريمي، يعني شكل تاعو كريمي ما شاء الله. راح تقدروا تستعملوه في الشربات، فاي عصير متوفر عندكم. وهنايا كي تحبوا ديروا عصير ديروا حوالي 3 ملاعق او 4 ملاعق في طاس، وديروا عليها الماء وتشربوها بالصحه والراحه. انا جربت معكم كميه قليله كما راكم تشوفوا، درت ملعقه صغيره ودرت عليها الماء، والذوق تاعو ما شاء الله صحي وطبيعي ومنعش في نفس الوقت. خاصه في رمضان حوسوا بزاف على الوصفات تكون بارده ومنعشه. مشاهده ممتعه للفيديو. دمتم في رعايه الله.